تسلا ولا بي واي دي؟ تعالوا نشوف مع بعض مين الملك في سوق العربيات الكهرباء، تسلا الأمريكية ولا بي واي دي الصينية؟ أول حاجة الأسعار. تسلا أقل عربية عندها بتبدأ من 32 ألف دولار، لكن بي واي دي بتبدأ ب 10,000 دولار بس، فرق كبير قوي. وبكده يبقى 1-0 لبي واي دي. تاني حاجة المبيعات. تسلا باعت 1,790,000 عربية سنة 24، إنما بي واي دي باعت 4,270,000 عربية. أظن واضح مين اللي مكسر الدنيا. وبكده يبقى 2-0 لصالح بي واي دي. تالت حاجة الأرباح، بس هنا في حاجة غريبة. رغم إن بي واي دي باعت أكتر، أرباحها 107 مليار دولار، لكن تسلا 97.7 مليار دولار. يعني كمجموع فلوسهم مش بعيدة عن بعض، وبكده يبقى أرباح تسلا للعربية الواحدة أكتر. فرأيي الشخصي هعتبر تسلا هي اللي تكسب هنا، وبكده النتيجة 2-1 لصالح بي واي دي. قولوا لي رأيكم هنا، لو شايفين بي واي دي اللي تكسب لو هتاخدوا في الاعتبار مجموع الأرباح الكلي. رابع حاجة الشحن. تسلا بتشحن مسافة 200 ميل في 15 دقيقة، لكن بي واي دي بتشحن 250 ميل في 5 دقايق بس، يعني بسرعة البرق أو تقريبا نفس وقت التفويلة لعربيات البنزين. وهنا بي واي دي بتوسع الفارق ل 3-1. خامس حاجة القيادة الذاتية. تسلا عندها خدمة القيادة الذاتية بس ب 99 دولار اشتراك شهري أو 8000 دولار مرة واحدة، إنما بي واي دي عندهم نظام قيادة ذاتية اسمه جادز آي، وده نظام كله ببلاش. هنا بي واي دي بتحسم السباق بنتيجة 4-1. الخلاصة، لو عايز عربية كهرباء بسعر أرخص وبتشحن أسرع، بي واي دي هي الحل. لكن لو عايز براند عالمي وقيادة ذاتية متطورة، تسلا هتكون اختيارك. قول لي أنت تفضل مين فيهم؟ لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد عن العربيات الكهرباء. سلام.